اللجان الشعبية تحقق انتصارات واسعة في كوكب المريخ. وتقوم بتدمير آليات ومركبات خاصة بدواعش بلوتو. وتقدم في عمق العدو الصهيو أمري زحل عطاردي مريخي. يلا وأخيرا أفاتار في قبضة اللجان الشعبية. كان معكم مراسلكم أبو عطارد الدين، كوكب عطارد. أهلا بكم. طبعا أكيد ما حد صدق هذا الأخبار، ولا حد بيوصل للقمر ولا بيسيطر على الكرة الأرضية ولا غيرها. بس لعلمكم إنه ممكن مثل هذا الأخبار تحصل لها زبائن وتحصل من يصدقها وينتظروها. ممكن، لا تستبعد. في ناس ما يمكنش يشغل عقله إلا بإذن، ما أذنوا ليش ما يمكنش يستخدم عقله. في مقولة شهيرة لوزير الدعاية في عهد هتلر تقول: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم اكذب حتى تصدق نفسك. في واقعنا الحالي في خبر وفي خبابير، في خبر من مصدر وفي مجبر، في خبر شاهدته وفي على ما قالوا أو على ما سمعنا. الأخبار تختلف، في وقائع وفي أوهام وفبركة. هناك أكثر من 13 مدرعة يوميا تدمر. حلو، انتصارات عظيمة صراحة، بس اعذرني أنا من النوع اللي يشغل عقله ومش كل شيء يسمعها صدقه، لأنه الذي يسمع وما يحسب ينهزم وما يدري. فلو جينا نحسب بحسبة بسيطة، كم لنا من الحرب الآن؟ تقريبا 450 يوم، كل يوم 13 مدرعة، كم تطلع؟ 13 في كم؟ 5850 5850 مدرعة. تعرف لو أنت بتلعب بلاي ستيشن ما تدمر 100 مدرعة لو قد عيونك مورمة، ويمكن يطفى الكهرباء وما قد كملتها. نفسه الذي اخترع اللعبة وصممها ما عملش حسابه، عمل 1000 مدرعة لأنه عارف ما حاجة يقدر يوصل له عند آخر مدرعة. وانت كيف سويت ب 5850 مدرعة؟ وبعدين لحظة، كيف لما 13 مدرعة يوميا؟ كيف بتعملوا 13 هو صرف كده ما ويش؟ افترض يوم ما دمروش، ويوم تعب اللي بيدمر، ويوم المسوق المدرعة ما جاش، كيف لما بيصرفوا لكم 13 مدرعة يوميا؟ افترض اللي بيدمر المدرعة تشتي ينوع، خلاص يوميا مدرعة تشتي ينوع، يوم يشتي دبابة ويوم يشتي مدفع ويوم لازم 13 مدرعة. أيام الهدنة كيف بتعملوا؟ يرسلون لكم عبر الكريمي كل يوم بيومه، وأكيد بيخصم مدرعة حق الحوالة. وفي طيارات تسقط تقريبا كل يومين، نسقط طيارة والحمد لله. لحظة يا أختي، لحظة نحسب يكفي الأول كان يغالطنا. كم قلتي؟ كم دائرات؟ تقريبا كل يومين نسقط طيارة والحمد لله. قبل الأكل أو بعده؟ مش مهم، يلا نحسب. كم يومين في 450 225 طائرة. أختي أنت بتتكلمي الآن عن تساقط الطائرات أو عن تساقط الشعر؟ إذا على الشعر سهل غيري الشامبو بس، أما الطائرات مستحيل يسقطون هذا العدد كله. وبعدين بايش تسقطون؟ بفليته وبايش؟ هذا 250 طائرة المفروض لو بيتساقطنا كذا نقدر الشعب اليمني كله بيخرج لقط معدن، بيبيع معدن طائرة. نقد معانا الآن حراج طائرة. لو على كلامك إن الآن المفروض الناس بيخرجوا بالمظلات في الشوارع، مش خايفين ينزلوا المطار، خايفين من تساقط الطائرة. بعدين 225 طائرة، وين حطامهم؟ ورونا حطام 4 طائرات بس يكفي والباقي مسامح. اللي قد شفنا واحد قلت انه طيار وهو سوداني. السوداني هذا نعرف ان في طائرة بدون طيار، لكن طيار بدون طائرة هذا اول مرة.
السوداني هذا اللي قلتوا انه طيار نزل وما فيش ولا شخط، ما فيش طيارات تحطمت، بس هو ولا في ولا حاجه، ونزل بالشباشب، كان لابس شباشب، وفي الاخر طلع انه اسمه مدري فلان ابن فلان الطيار، لقبه الطيار بني مدر. كل يوم من طائره. والحمد لله. هي انت بيا يسقط الحجاب فه قاعد تحسبي علينا ابات شيء. نلاحظ في إغلاق البارجة البحرية بارجتين في أقل من أسبوع. حلو، بارجتين في أقل من أسبوع. طبعا أنت أحسن من الأول، بتعمل بالأسبوع وأرخص أو باليومي. ما شاء الله، من بارجتين على 450 قليل جدا والله. عامل تخفيضات شكلك. 128 بارجة. أنت تعرف ما هي البوارج؟ في فرق بين البوارج والبوالط. لو تصير تفصل عند واحد مفصل بلطو هاي يشتي لك شهر يقول لك، ما بالك بارجتين. قد شفت بوارج من قبل ولا ما هي البارجة؟ ولا واحد كلمك ولا سمعت؟ أو بس قالوا لك كل بوارج وانت وحظك. يا شوف هذا البارجة. هذا هي البوارج. وبعدين لو واحدة بس غرقت في البحر تعمل لك كارثة في البحر. لو قد غرقت واحدة نقد سمك القرش نازح في ذمأ. هذا البوارج. يا مبارجة لقية فلا وتاف. طبعا نشروا الخبر انهم دمروا بارجتين وكذا، قالوا لهم خلاص تو لنا صور وانتم بدك تصفوا البارجة. رجعوا غيروا الموضوع. ايش قالوا؟ إضافة إلى بارجتين حربيتين ارتطمتا ببعض أثناء هروبهما خوفا من الاستهداف. أيوة، قلت لي تصادم في البحر. أيوة صراحة الصادم من البحر غلطة، والسبب هو صاحب البارجة الأول. وصل وقف البارجة وسط البحر ونزل يشتري سيجارة. جاء الثاني مسرع كان بيوتصب ما انتبه، ولا الأول مشغل إشارة. جاي يشتي في يمين وانه في خيمه هناك في البحر. عرس بن القرش قال. جاي يشتي يسار، جاء محمد علي الحوثي مسرع بالمطر، ان يروح صدم في البارجة الاول. صراحه شوفوا نهايه السرعه لا وين. الدول المرور قالوا وقال يلا كل واحد يصلح بارجته. طبعا اصحابنا هؤلاء اللي جالسين يدمروا بوارج بدون حساب ويبذروا في التدمير، وكل اسبوع بارجتين، بمعدل انهم الان قد دمروا 128 بارجه، مش عارفين ان العالم ما فيش معه هذا العدد من البوارج. الدول العظمى اللي تمتلك هذه البوارج، امريكا قد اعلى دوله معها 10 بوارج، والباقيات من واحده من ثنتين. الصين واحده، اليابان واحده، روسيا واحده، واصحابنا قد دمروا 128 بارجه. مش حرم هذا؟ مش تبذير هذا؟ حرم عليكم، العالم ما قد ملكن ولا قدر يصنعهن، واحنا ندمر في الاسبوع بارجتين. قد دمرنا حق 500 سنه لقدام في سنه. حرام عليكم، اقل شيء استفيدوا، اسروهن دخلوهن اسي او بيعوهن معدن. اما هكذا تغرقوهن في البحر، اي فيض البحر من كثر البوارج اللي قد غرقتوهن. طيب البوارج هذا اللي دمرتوهن فين دمرتوهن؟ في أي بحر؟ وتدمير بارجة عسكرية لتحالف العدو السعودي في مأرب. فين؟ وتدمير بارجة عسكرية لتحالف العدو السعودي في مأرب. بارجة في مأرب يا لطيف والكاذب فيك. بارجة في مأرب؟ مش قلت لكم والله ما عارفين ما هي البارجة. هذا مأرب صحراء، وهذا البارجة. غرقوا لنا البارجة في الصحراء، لا تغرقوهاش ولا تدمروها، وصلوها بس لأمارب. وصلوها احنا نغرقها احنا على حسابنا، نشتري وايدها ولا نغرقها في 6 مارب نغرقها. وصلوها بس. لدينا أسرى من كل الجنسيات. طبيعي أكيد ما دام حرب كونية إن الرهائن من كل العالم والأسرى من أجل تضغطوا على الكرة الأرضية بالرهائن.
ايوه مثل ايش؟ لدينا أسرى من كل الجنسيات، من بلاك ووتر. رجعنا للخباص، ما فيش دولة اسمها بلاك ووتر، ما فيش جنسية واحد يقول لنا جنسيتي بلاك ووتر. هذا شركة ما تصرف جنسية، شركة أمنية بلاك ووتر، يعني يكون يحفظوكم الاسم بس، يدوا لكم شوية معلومات وتفاصيل عن الموضوع، مش بس اسم يكفي. يعني افترض قالوا لك في دولة اسمها افوكادو ودولة كيوي ودولة اندومي، ما انت تحفظ الاسم وبس، لازم تسأل يمكن تطلع خيار ولا باذنجان. يلا كمل. ومن عاد أسرته؟ من الأوروبيين وأمريكيين، من المرتزقة حق بلاك ووتر، وأيضا من الدول الأفريقية والدول الإسلامية. السودان. ومن السودان، أيضا معنا من السودان كثير، ومن كل هذه المرتزقة اللي هاجموا. هذا من ناحية. لا حلو جدا، عندما واحد يكون معه محل ويوفر البضاعة هذا كله حلو جدا. رجع كل واحد الزباين على قدر فلوس، اللي يشتي صيني وموجود ياباني. المهم قطع الغيار يتوفر للجميع. ايش قال معانا اوروبيين من هذا يعرفون بعيونهم زرق وشعرهم اصفر، وافريقيين او لا سمر. ومعانا قال من العالم الاسلامي، هذا يعرفون بالمسبحة والمسواك والسجادة. ومعانا من امريكا ومن ايش اسمه بلوك مخرج هذا وبلوك ابو 20، ومعه من العالم كله. من السودان مزيد. انت معك اسرى او معزومين او لا؟ عاد احنا ما زلنا في المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى عاد نقرب، يعني مرحلة السلطة على قبل الأكل. الله، هذا عاد مرحلة السلطة، يعني عادك في المقبلة قبل الأكل، وقد أسرت العالم وعادك في السلطة. يعلم الله كيف يكون حال البشرية عندما تغسل الصحون. صراحة يكفي كلام، الكلام هدرة ولا منها حاجة صدق. اثبتوا للناس بصورة من أجل تسكت الناس، اثبتوا لهم ورووهم انتصاراتكم العظيمة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام. يا سلام، هذه انتصارات عظيمة، هذه انتصارات خالدة، موثقة صوت وصورة. داخل القصر تمت السيطرة على القصر تماما. في أي منطقة؟ الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. في عسير ما شاء الله تمت السيطرة على قصر الإمارة في عسير. الصورة واضحة، بس ما قدروش يكذبوا سوا. لاحظوا الصورة حق الملك عبد الله. طبعا في السعودية تحط صورة الملك المؤسس عبد العزيز إلى جواره الملك الحالي ثم ولي عهده. في هذا الصورة الملك عبد الله الملك، والملك سلمان ولي العهد. هذا يعني أن الصور قديمة من عهد الملك عبد الله ما زالت مكانها. هذا المقطع التقط في مكتب الملحق الثقافي السعودي بصنعاء، في صنعاء مش في عسير، في الصافية. بس أصحابنا هؤلاء مساكين وصلوا أهم شيء يرفع الثقل، ما يركز لا في صور ولا في غيره، سيطروا خلاص على قصر الإمارة في عسير. سخر سعوديون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي من صور بثتها قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي تزعم أنها للمتمردين وهم في عسير في السعودية، بيد أن الفشل في حبك المشهد الملفق أظهرته الصور نفسها. فقد نقلت المسيرة في ترفيقها بعض عناصرها وهم يقفون في مكتب خلفه صور القادة السعوديين. وكشف مصدر سعودي أن الصورة في مكتب الملحق الثقافي في صنعاء الذي انتهكت الميليشيات حصانته الدبلوماسية. أكبر عليكم فضحتوا بنا، يا صرخة ما تمت. بالعقل اثنين يسيطروا على قصر الإمارة وعلى عسير، اثنين، واحد بآلي والثاني بزي المدرسي جاي يدور أخوه يطيل صبوح، أو مشارك في الإذاعة غزوة اليوم تقول. أنا ما بضحكوا، معقول في ناس تفتكروا إنه كل الناس يعني عقولهم طرحوها في الثلاجة؟ لا صور جثث ولا قتلى ولا في دماء، وحتى الورق عادي جالسة فوق المكتب.
اقل شيء كسر زجاج من حق الدولاب او تسقط صوره بسبب القذائف او شيء. مش هكذا اقتحام سلمي، سيطروا على عصير سلميا. والله لا سيطرتوا لا على عصير ولا على واحد عصير. طيب شوفوا لنا حاجه موثقه وحقيقيه نقدر نسكت الناس، مش كل الناس مغفلين ويصدقوا اي حاجه. للعلم طريقة الفبركة والتزوير وخداع الناس والجماهير ليس محصور على الإعلام المرئي، أيضا إعلامهم المسموع في الإذاعات، وأيضا حتى في إعلامهم المقروء كصحف وكمواقع إلكترونية. مثلا تدخل موقع زي هذا اسمه الاتحاد بريس، تدخل تعمل بحث، مثلا تكتب خسائر الجيش السعودي والإسرائيلي والأمريكي وأي جيش تشتي تكتبه أصلا خسرا أمامهم، كل الجيوش في عنبر واحد. يطلع لك ايش؟ هذا الخبر، خسائر مدري ايش وكذا، دعك منه، بس شوف الذي مات. فتحصل خبر مقتل اللواء الركن عبد الله السدحان قائد قاعدة خميس مشيطة الجوية. فتحصل ايضا تمشي شوية فتحصل قتلوا الخبير الاسرائيلي جيمس بوند، بالاضافة انهم قتلوا ايضا خبير الاسلحة الكيميائية الدكتور توم كروز. عملية نوعية، انتصار عظيم. قتلوا من؟ قتلوا اللواء الركن عبد الله السدحان، وقتلوا الخبير الاستراتيجي جيمس بوند، والمدري من توم كروز. طبعا هؤلاء عبد الله السدحان ممثل سعودي اللي بيمثل في طاش ما طاش. جيمس بوند اللي قتلوا أصحابنا هذا عبارة عن شخصية افتراضية خيالية لأفلام أمريكية، سموه جيمس بوند، مثل سوبرمان، مثل جراندايزر، مثل النمر المقنع، شخصية افتراضية كتبوا عليها أفلام لها 50 سنة بيكتبوا عنها، قد انتجوها فيلم بعد فيلم. بس أصحابنا عملوا عملية نوعية أنهوا الفيلم، ونهاية مأساوية لجيمس بوند على أيادي اللجان الشعبية. توم كروز أيضا ممثل أمريكي من أشهر الممثلين الأمريكيين في السينما في العالم. أين يروح من أيديهم؟ أين يروح؟ والله لو هو مشهور للقمر ما في شيء، مرحميني، ما نبالي. طيب نتأكد، نتصل المرحومتو. مساء الخير يا حجتو، كيف حالك؟ عادك في الدنيا؟ شوف اسمعني، كثر اللوي في الشوارع والسيرة والجاية مش حلوة، الجماعة قد موتوك، مش حلو تطلعهم أمام الناس إنهم كذابين. الآن تتوكل وتعطف ملابسك مغرب وانت في القبر، لا تقول لي البطل ما يموتش ولا عاد معي فيلم، أجد أشوفك في فيلم لا تلوم إلا نفسك. احنا الجماعة ما نشترهم إنهم بيكذبوا على الناس، ميت مش حلو تطلع ريحتك والجيفة وكذا، الميت ميت، كرامة الميت دفنه، لا تأخر شهر، الله يرحمك. ما تلاحظوش إن شاروخ خان جاكي شان لهم فترة مختفي؟ يا خوفي يطلعوا إنهم مأسورين من قبل اللجان الشعبية مع الطيار السوداني. يكون في علمكم عندما تسمعوا أخبار زي هذا وينشروا كلام زي هذا، عارفين إنه في ناس ما يصدقوها، ما بينشروهاش هكذا، عارف إن مع الأخبار هذا زباين ويصدقها بدون أي نقاء وبدون ما يشغل عقله، لأنه هناك في ناس عقولهم مثل الأسفنجة، يمتص أي شيء، لا يفرق بين أي شيء، سواء حطيت سم ولا عصير ولا ما، بيمتص عقله أي شيء. والإعلام الذي استطاع أن يقنع بعض الناس ويخليهم يصدقوا إن هذا ابن النبي، مش صعب عليه يقنعهم إن الذي بيصير يقاتل في تعز وبيقاتل إسرائيل. في أمان الله.
يلي عكس خطي انت مش وحدك في الخط، حولك الكل يشوفك، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط. يلي 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 عاكس خط، يلي 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 عاكس خط.